لو انت اكستروفيرت وبتفتخر انك بتتكلم كتير، ممكن تكون بتضيع فرص على نفسك كتير جدا في البيع. ولو انت انتروفيرت وحاسس انك مش مناسب لشغلانة السيلز، ممكن تكون اقرب واحد للنجاح من اللي حواليك. عاوز تعرف ازاي؟ تابع معانا الفيديو للاخر. الناس فاكرة ان السيلز لعبة مين بيتكلم اكتر، لكن الحقيقة مش اعلى صوت هو اللي بيبقى اعلى مبيعات، وده المفهوم الغلط. وادم جرانت جه قلب المعادلة خالص. ادم جرانت كان عالم في سلوك العلم التنظيمي، ونشر دراسة في مجلة سايكولوجي اوف ساينس، دراسة حديثة، واكتشف ان اعلى مبيعات واعلى اداء ما كانش للناس الاكستروفيرت، الناس الاجتماعيين بزيادة، ولا الانتروفيرت، الناس اللي ما بيتكلموش كتير الهاديين، ولكن لفئة تانية اسمها الامبيفيرت، ودولت ناس بيعرفوا يوازنوا ما بين الشخصيتين، الاكستروفيرت والانتروفيرت. الاكستروفيرت بيحب يسمع صوته جدا، يقعد يتكلم ويشرح ويتحمس جدا للمنتج او الخدمه اللي هو بيقدمها، وينسى ان العميل لسه ما اتكلمش. والانتروفيرت على الناحيه التانية يحب يسمع كويس جدا وما بيتكلمش كتير، وبس هو بيخاف طبعا ان هو يقول نبدا امتى مع العميل او ناخد اكشن ازاي. وفي الحالتين ممكن الصفقه او البيعه ما تتمش. فاكرين في الحلقه اللي فاتت لما قلنا العميل يقول هفكر انت هتعمل ايه؟ الاكستروفيرت هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يعيد شرح المميزات والحاجات الفيتشرز بتاعه المنتج او الخدمه بتاعته. لكن الانتروفيرت هيبتدي يعمل ايه؟ ان هو هيقول تمام للعميل ويبتدي يمشي ويسيبه. لكن الامبيفيرت اللي هو بيعرف يوازن ما بين الاثنين هيعمل ايه؟ هيسال السؤال الصح، يقول للعميل ايه اكتر نقطه مخوفه حضرتك وانا ممكن اشرحها او اوضحها لحضرتك. هنا هو بيفتح باب المناقشه ما بينه وما بين العميل، وسؤال واحد ممكن يفتح باب القرار. الحقيقة ان البيع مش اختبار لشخصيتك، ولكن اختبار لتحكمك في نفسك، في ايقاعك، في كلامك، وفي صمتك. وايوه، ممكن الصمت يكون اقوى من اي برزنتيشن هتقدمها. مش مهم انت بطبعك ايه، المهم انت تقدر تبقى اكستروفيرت لما تحتاج طاقة انك تتكلم وتشرح اكتر عن المنتج، وهل بتبقى انتروفيرت لما بتحتاج تركيز اكتر. لو عرفت توازن ما بين الاتنين، يبقى انت دخلت في منطقة الارباح اللي هي ليها علاقة بشخصية الامبيفيرت. اعلى صوت في الأوضة نادر ما بيكون اذكى حد فيها، واذكى حد في البيع هو اللي بيعرف يقفل الصفقات في الاخر ويكسب الفلوس من العميل. ودلوقتي قولي في الكومنتس بصراحة، انت شايف انهي احسن، الاكستروفيرت ولا الانتروفيرت، ولا الموضوع اختلف بعد الحلقة ودلوقتي في الامبيفيرت الشخصية دي هتفضلها اكتر؟ لو بتحب المحتوى اللي بيكسر مفاهيم البيزنس الغلط والبيع، هتلاقيه هنا على قناة بيزنس على السريع. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة.